يعني انا اتوقع هذا. بقى انا ما عنديش معلومات اقدر اقول لك انا عن انا اتوقع هذا. طب لو لم يرشح الرئيس مبارك نفسه في الانتخابات المقبله ورشح الحزب الوطني شخصيا؟ لا اجيب على تساؤل يبدا بلو. كمبدا عام. كيف ترى جمال شيل كلمه لو. طب كيف ترى جمال مبارك؟ انا اراه راجل من الناس المسؤولين في الحزب الوطني، الملتزمين بالحزب الوطني ومبادئ الحزب الوطني وسياسه الحزب الوطني وبس. انا اعرفه طبعا هو شخصيا راجل لطيف وشاب شاطر وكفء برضه ايضا. انما بقى نيجي موضوع الترشيح وغيره ده يجي وقته بقى، ده ما فيش، ده كله دردشه في الصحف. الراجل لا قال انا مترشح ولا طرح ترشيحه. خصوصا انا بقول لك انه الرئيس، انا بشوف انه بعتقد انه هو سيرشح نفسه، اذا لا داعي للكلام على اي مرشح اخر من الحزب الوطني. طب اذا كان الرئيس مبارك حسب توقع حضرتك سوف يرشح نفسه في انتخابات 2011 ويعني نفترض ان الدكتور البرادعي يرشح نفسه في مواجهه الرئيس مبارك، من تنتخب؟ ايضا لو ونفترض كلمتين ما اردش عليهم. لا يعني لانه لا داعي ابدا للحديث والكلام عن افتراضات. خد بالك يعني. انما انا يرشح الرئيس مبارك انا اصوت له. مش دي اجابه دبلوماسيه؟ انا بقول لك اهو يرشح الرئيس مبارك انا اصوت له في مواجهه اي حد تاني. شوف، طالما الرئيس مبارك سيرشح نفسه وانا اعلم، انا يعني عارفه كويس وعارف ان هو يعني طريقه ادارته للامور والى اخره، انا اصوت له. انما افتراض مين ده موضوع تاني بقى لما نيجي في وقتها ونشوف ايه الظروف وايه مين وبتاع.